يا ترى هقرا ايه في العيد؟ اول حاجه، اريد ان اموت ولكنني اشتهي التبكي الجزء الثاني. انا نزلت مراجعه الجزء الاولاني، عارفه ان الكتاب مش مناسب للعيد، ولكن انا اصلا عندي اكتئاب اعياد، يعني بالمره دي احسها مناسبه لاجواء العيد. المختل الامريكي امريكان سايكو، متحمسه، عايزه اقارن بينها وبين الفيلم. شؤون عائليه، انا بحب الادب الهندي، اعتقد انا الوحيده في مصر اللي بقرا ادب هندي. فالقصة ده أحسها طريفة، عن أب بتتكسر رجله فبيضطر إنه يقعد مع عيلته في البيت. أعتقد بقى هتحصل مشاكل ودراما، متحمسة. نصف هتلر الآخر، اللي متابعني كويس عارف قد إيه أنا بعشق إيريك إيمانويل شميت، فأنا أصلا مأجلة قريتها بقالي سنة ونص، نفسي أراها قوي. هي بتتكلم عن what if أو ماذا لو هتلر دخل كلية الفنون، اتقبل يعني في كلية الفنون، مصير العالم ومصيرنا كلنا كان هيبقى عامل ازاي. يعني القراءات دي أحلام وأمنيات، يعني أتمنى إن فعلا في العيد أقرأ الكلام ده يعني. انتوا هتقروا ايه في العيد؟